السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. شو مسوين؟ رجعت لكم بعد قطعة تقريبا 3 أسابيع. كلنا عارفين فترة اختبارات الحين. وطبعا أنا عن نفسي خلصت الاختبارات، واليوم نزلت شهادتي، طلعت شهادتي ورسبت للأسف يعني. الله كريم. عندي دور الثاني ان شاء الله، بس يعني بشد حيلي وبذاكر وبحل زين وبنجح ان شاء الله. فانا حبيت انزلكم هذا المقطع عن شيء غريب شفته بكلاش كلانس اليوم. طبعا حبيت اوريكم اياه عشان ما يروح، لاني ابغى احارب، وبعدها اوريكم، وبعدها بستمر بالقطعة لين بعد الاختبارات. بنزل لكم ان شاء الله اشياء جديدة واشياء كثيرة. خلنا نتمشى شوي على الشاطئ. لا، خلنا يلا بوريكم هالشي، وبعدين بنتكلم شوي عن القرية، كلام يعني مو لازم يعني تكمل الفيديو بعد هالشي. يعني اذا تبغى تكمل كمل، اذا ما تبغى عادي، هذا شي يريحك. بس خلنا نشوف الشي الغريب. هذا هجمت له، هنا موجود الشي الغريب. هجمت له ب60 ارشر بس عشان انهب شوي، كنت محتاج جولد. طبعا شوف قريته غريبة شوي. كل شيء مفتوح. لو كنت مجهز جيش يعني حلو كذا، كنت كنت بفقعه 100%، لكن كنت أبغى الجولد أنا، بس كنت أبغى أنهب. فالشيء الغريب موجود هنا. هذا لو تلاحظون، هذا هالوين هاند ستون. هذا الشيء صراحة أول مرة أشوفه بكلاش اوف كلانس. ما أدري إذا في منكم شافه وفي منكم ما شافه، عاد أنا ما أدري. آه بس هو هذا الشيء. طبعا هذا تقريبا من أيام هروين، ذا آخر السنة ممكن عطوه، فهو ما شالها. يقدر يشيلها زي هذا وزي هذي، يقدر يشيلها بس شكله ما شالها. حطها زي كذا برواز. بالبرواز، وش دخل برواز يعني كذا منظر. وبس هذا الشيء. الحين بنرجع للقرية، بنتكلم عن القرية الحين. إذا ما تبغى تكمل لا عادي، لأن كلام مو مهم، أنا بس بغيت أوريكم ذا. عاد أنت وراحتك. طبعا بآخر فيديو عندي بكلاش اوف كلانس كان تقريبا حوالي 3 أسابيع أو 3 أسابيع وشي أو شهر. كان كان تاون هولي 5، وكنت قاعد أطوره ل6. والحين بعد 3 أسابيع هذه قريتي صار تاون هولي 7. الحمد لله تقدمت بسرعة. أحس إني طلعت كذا بسرعة، وطلعت الملك أمس يعني. صراحة تجميع النفط شيء متعب آخر درجة. بس عندي استراتيجية تجميع الإكسير الأسود أو النفط. إذا تبغونه عادي ما عندكم مشكلة، راح أنزله الاستراتيجية. وعندي طلعت عامل الرابع بعد، كلهم يشتغلون. وعندي هنا بطلع تنين بكرة إن شاء الله، أو بنام وبصحى وبكون مطلع التنين بإذن الله. وبس عندي القرية يعني ما طورتها 100%. بعدني يعني تاون هول 7 متعب جدا، عندك أشياء كثيرة تجيبها وتطورها، وأشياء مكلفة. يعني بوريكم هذا طورته ليفل 2. الحين إذا أبغى أطوره ليفل 3 شوفوا بكم، 2 مليون إلكسير زهري يعني. والله تكاليف مرة غالية. الملك 10 آلاف إلكسير أسود. الحمد لله جبته. طبعا أمس كان عندي 2 مليون جولد، وكنت أبغى أطور التاون هول. كنت يعني بستعجل، بس كلمت اللي بالكلان وقالوا لي لا تطور وراح تتعب وما أدري وشو. مع إني كان عندي 2 مليون. ضغطت ذي، بعدين ضغطت كذا، وطلع هنا عندي انه ما عندك عامل فاضي. مع اني كنت بطوره والله. لو ما كان عندي عامل فاضي، لو كان عندي عامل فاضي كنت بطوره والله. فيب شوفوا عندي الكؤوس رقم مميز 1000 بالضبط. وان شاء الله بعد
ان شاء الله بعد شوي يجهز الكونان ذا بدخل ليفل 50 ان شاء الله. و... وذا الكونان لما يخلص راح اخلي العامل ذا فاضي، عامل واحد فاضي. ليش؟ لان انا بتاون هول 7، والوول حقي اللي هو الجدران مو مطورها بشكل صحيح يعني، او الشكل المرغوب في تاون هول 7. المفروض اني اخلي الوول كله ليفل 6 او 7. 7 مستحيل، 7 يبغالك وقت طويل، بس انا يعني على الاقل 6. الجولد ما ينفع اللي هو ليفل 5. فانا قريتي الوول يعني متطور 90 لا 80%. باقي ذولي وذولي، ذولي وذولي. الحين بس بيخلص بيجيني عامل راح اطور هذا الاثنين. بس هذا الشيء اللي بغيت اوريكم اليوم. ومثل ما قلت لكم راح استمر بالقطعة ان شاء الله. يعني برجع لكم رجعة جديدة ان شاء الله، مو قوية، لا رجعة جديدة ان شاء الله لليوتيوب. وبس اتمنى هذا نهاية الحلقة طبعا، واتمنى انكم ما تقصرون معي باللايك والدعم، يعني ادعموني بالاشتراك اذا ما كنت مشترك، والكومنت على الشيء اللي وريتكم اياه، اللي هو ذا الشيء الغريب، اذا شفته قبل او ما شفته، او شوية معلومات، تعطيني شوية معلومات عنه انت وبراحتك. يلا سلام لي.